العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. رسالة من الرئيس إسياس أفورقي لرئيس مجلس السيادة السوداني. إصابة 82 مواطن بفيروس كورونا. برامج الإصحاح البيئي الأهلية في عقردات يحقق تطورا ملحوظا. مناورات عسكرية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة في إيران. فرض الإغلاق مجددا في بريطانيا وتمديده في ألمانيا. شركات الطيران الأوروبية تتكبد خسارة تفوق 6 ملايين رحلة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. سلم وفد إريتريا عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم 5 يناير. وهنأ الرئيس إسياس أفورقي في الرسالة والشعب وحكومة السودان بعد استقلاله 65 والسنة الجديدة. وقدم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان شكره للرئيس إسياس أفورقي معربا عن تمنياتها الطيبة لشعب وحكومة إريتريا بالسنة الجديدة. وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والخطوات الملموسة التي يتوجب اتخاذها لتقوية السلام والاستقرار الأقليمي. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 5 يناير في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة قد أظهرت إصابة 82 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 45 من الإصابات في مراكز العزل في الأقليم الجنوبي، وكانت 15 إصابة في إندا قرقيس و10 في الصنعفة و7 في عدخالة و5 في مندفرة و4 في دباروة و4 في دقمحرة وإصابة واحدة في مركز العزل في واليكو بأقليم عنسبة. وظهرت الإصابات الأخرى 36 بفيروس كورونا في أقسام استقبال المرضى في الأقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 46 مواطن من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الأقليم الأوسط، 34 منهم من الأقليم الجنوبي و12 من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1445 إصابة، شفي منها 740 ووفاة 3 مرضى، ويتلقى 702 مصابة كورونا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 5 يناير 2020. في إطار تنفيذ برامج الإصحاح البيئي الأهلي، قام سكان مناطق مديرية عقردات 102 بمساهمة عالية لتسيير أنشطة فعالة من أجل إنجاح البرنامج. وأوضح مسؤول الصحة البيئية في المديرية الشاب دانيال كيداني أن 76 منطقة أعلنت إنجاز البرنامج الذي بإمكانه الاختتام عام 2020 بموجب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، فيما بلغت 35 منطقة على مشارف الاختتام. وذكر الشاب دانيال بأن وزارة الصحة تعمل بقوة لتأمين صحة المجتمع من الأمراض المنتقلة، وخاصة الأمراض الناجمة عن نقص النظافة العامة، داعيا المواطنين ضرورة التعامل الجيد مع برنامج الإصحاح البيئي. هذا ويقطن مديرية عقردات المكونة من 102 منطقة في 15 ضاحية 65 ألف نسمة. تتخذ في مديرية حقاد أقليم عنسبة خطوات جادة للسيطرة على الأنشطة التجارية غير القانونية، وخاصة الزيادة غير منطقية للأسعار وكذلك المواد الاستهلاكية المنتهية مدة صلاحيتها. وبموجب ذلك أوضح مسؤول مكتب رقابة القانون والنظام في المديرية السيد زيناوي استيفانوس تقريم المؤسسات التجارية المخالفة وإغلاقها لفترة محدودة. وأفاد السيد زيناوي إخفاء بعض المؤسسات التجارية السلع
رغم توفرها وزيادة غير منطقية للأسعار مع إعلان الموجة الثانية لجائحة كورونا. هذا وتوجد في مديرية حقات حوالي 400 من المرافق الخدمية المختلفة. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن الجيش الإيراني عن أول تدريب قتالي مشترك واسع النطاق للطائرات بدون طيار ستخوضه القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، وأشار إلى أن المناورات ستستمر يومين، وأضاف أنه سيتم استخدام الكشف عن بعض المعدات والإنجازات وأنظمة الطائرات بدون طيار من إنتاج محلي بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة الإيرانية. وتأتي المناورات تزامنا مع التصعيد بين طهران وواشنطن في مياه الخليج والعراق مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد. تفرض بريطانيا الإغلاق مجددا لمكافحة تسارع انتشار وباء كوفيد-19 مع ظهور الفيروس المتحور الجديد، فيما تستعد ألمانيا لتمديد قيودها. وتعتبر بريطانيا التي سجلت حتى الآن أكثر من 75 ألف وفاة من أكثر دول أوروبا تضررا جراء الوباء. وتفاقم الوضع فيها مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الإصابات إلى أكثر من 50 ألف حالة جديدة في اليوم، وصولا إلى حوالي 59 ألف حالة. وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين: من الواضح أننا في حاجة إلى بذل المزيد، معلنا فرض إغلاق في كل أنحاء إنجلترا بدءا من فجر الأربعاء حتى منتصف فبراير. مع موازة ذلك، تواصل بريطانيا حملة التلقيح بشكل مكثف مع بدء استخدام اللقاح الذي طورته مختبرات أسترازينيكا البريطانية مع جامعة أكسفورد. ومن المتوقع أن تمدد ألمانيا القيود المفروضة على التنقلات إلى ما بعد 10 من يناير. وستتخذ المستشارة أنجيلا ميركل والولايات 16 قرارا بهذا الصدد خلال مؤتمر عبر الفيديو، من المرجح أن توافق فيه معظم الولايات على تمديد التدابير حتى نهاية الشهر. كلف وباء كوفيد-19 خسارة لشركات الطيران الأوروبية قدرت ب 6.1 ملايين رحلة جوية في أوروبا في عام 2020 وفقا ليورو كنترول المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، حيث بقي أكثر من نصف عدد الطائرات عبر أوروبا على مدرجات المطارات بسبب قيود السفر. كما أن الأزمة الصحية غيرت ترتيب أكثر شركات الطيران نشاطا، إذ بقيت شركة رايان إير منخفضة التكلفة في الصدارة، وتليها الآن الخطوط الجوية التركية وإيزي جيت. وفقا لبيانات إدارة مراقبة الحركة الجوية الأوروبية، انتهى عام 2020 بانخفاض حركة الطيران بنسبة 55% مقارنة بعام 2019. وإجمالا تم تشغيل 5 ملايين رحلة في عام 2020 مقابل 11.1 في عام 2019، بخسارة 6.1 ملايين رحلة طيران. وأدت فعالية عمليات الإغلاق على مستوى أوروبا للسيطرة جزئيا على الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وإلى الرفع التدريجي لقيود السفر، حيث انخفضت الحركة الجوية في نهاية يونيو إلى 73.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، أي بمقدار 9296 رحلة طيران يومية. والخبر الأخير في هذه النشرة: رفض القضاء البريطاني طلب تسليم مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تطالب به لنشره مئات آلاف الوثائق السرية.
إلى أن قضية الأسترالي البالغ من العمر 49 عاما والذي أصبح بالنسبة إلى مؤيديه رمزا للنضال من أجل حرية الإعلام قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ أبلغت السلطات الأمريكية المحكمة بنيتها استئناف الحكم. ويبقى أسانج معتقلا في سجن بيلا مارش حتى جلسة ثانية للنظر في طلب الإفراج. وخرج محكمة أولد بيلي الجنائية استقبل الحكم بفرح شديد من قبل حوالي 30 شخصا. وإذا عربت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها الكبيرة لقرار القضاء البريطاني، مؤكدة أنها ستستمر في طلب تسليم أسانج، عرضت المكسيك بلسان رئيسها أندرياس مانويل أوبرادور اللجوء السياسي على مؤسس ويكليكس. وأسانج ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسس، خصوصا وبسبب نشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، خاصة في العراق وأفغانستان. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة لهذا المساء. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.